اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. بحب ارحب بكل الناس الجديدة اللي انضمت معايا في القناة، اهلا وسهلا بيكم. والناس حبايبي اللي معايا من اول ما فتحت القناة، حبايب قلبي اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. ولو انت اول مرة تشوفي قناتي، انا نهى ودي قناتي نونا لايف ستايل. يشرفني اشتراكك معايا في القناة، فعلي زر الجرس على الكل وتدوسي على زر الاشتراك عشان توصلك كل الفيديوهات. ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى هنا ايه معانا في النهارده في الفيديو. نهى معانا ايه النهارده؟ اول حاجة كده كانت جايبة شوية مشتريات للبيت من الخضار يعني وكده. فكده كنت جايبة بصل. طبعا الاسعار الى حد ما دلوقتي بالنسبة للخضار كويسة، يعني مش هنقول انها اوفر قوي. يعني البصل كان ب10، البطاطس دي ب13، في ناس بتبيعها ب14 او ب15 على حسب يعني كل واحد بيبيعها ايه. وفي حد تاني بيبيعها ب10 بس اللي هي بتبقى الصغيرة قوي اللي هي بتاعت السلق دي. والطماطم برضو في السوق من 5 ل6.5 كده. بعدين كنت جايبة كمان هنا لقيت الفرن مطلع القرص دي طازة، رحت جايبة منها واليانسون دوت. الخيار عامل مش فاكرة، كان تقريبا 15 او حاجة زي كده. بس فدي كانت مشتريات الاسبوع. وكنت طبعا جايبه شويه حاجات للمطبخ كده، اكياس اللي هي للباسكت الزباله وصابون. بس كده. بعد كده بقى ندخل نعمل الغدا بتاعنا الجميل، لان كنت جايبه فرخه وغسلاها ومنضفاها ونقعاها في المحلول بتاعها اللي هو الملح والسكر وشويه ليمون. ما تحطوش خل في محلول النقع ده عشان بيزفر الفراخ. بس كده بقى هنعمل ايه؟ هنعملها صينيه. فابتديت ابشر البصلايه كده زي ما انتم شايفين، وقطعت عليها طماطمايه وفلفل. وكان عندي الفلفل الالوان ده كنا مخزنينه سوا مع بعض قبل كده، فرحت حطاه. بيدي طبعا طعم حلو للاكل، وكمان بيدي الوان كده. الالوان دي بتبقى جميله قوي ومفيده في الاكل. بس وحطيت عليها التوابل بقى بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات، وبحط انا شويه قرفه بالنسبه للفراخ او اللحمه عشان خاطر لو في اي زفاره تشيلها، وشويه خل وليمونه وزيت، واعمل الخلطه بتاعتي كده تمام التمام. بس كده بقى. بعد كده اجيب الفراخ بتاعتي اتبلها فيها كويس. ممكن بقى الفراخ التتبيله دي ممكن تنفع لو عايزاها تعمليها فراخ مشويه، تحطيها بعد كده في الشوايه، او ممكن تعمليها زي ما هي في الصينيه كده، بتبقى جميله برضو. انا بحبها في الصينيه كده عشان الصوص بتاعها اللي هو البصل والصوص اللي بينزل من الفراخ بيبقى طعمه حلو قوي لما بيتاكل. بعد كده بقى هعمل عندي صينيه بطاطس. جبت الطماطم كده غسلتها وعصرتها، وبعدين اهو البطاطس بقى نقشرها. طبعا انا سرعت الفيديو شويه عشان مش هخليكم يعني تملوا مني في تقشير البطاطس. عشان في ناس كتير قوي انت بتطولي في الفيديوهات ليه، وفي ناس بتقولي انت بتقصري في الفيديوهات وتجري الفيديوهات ليه. مش عارفه بصراحه، انا خراجي مين يا جماعه؟ اتفقوا على حل وانا معاكم. اجري ولا اسرع ولا اعمل ايه؟ بس انا عامه يعني ما بحاولش تبقى الفيديوهات بطيئه قوي او سريعه قوي، يعني بحاول انها تبقى في الوسط كده. انا سرعت بس شويه عشان كان خاطر فعلا تقشير البطاطس وكده كان واخد وقت جامد. يعني الفيديو تقريبا كان عامل له بتاع اكتر من نص ساعه، فانا اختصرت شويه، او مش اختصرت، انا سرعت شويه بس الفيديو عشان خاطر ما ياخدش وقت كتير والناس تمل مني. ما فيش حد اكيد هيقعد يتفرج لي على فيديو نص ساعه يعني، الا الناس اللي هي بتحبني يعني وحابه انها تتفرج على الفيديوهات بتاعتي كلها. هنا بقى قطعت كده البصل والبطاطس. حطيت بقى على البصلايه كده شويه البهارات بتوعنا ومرقه الدجاج والشطه وكل التوابل يعني بتاعتنا كده. وبعد كده بقى ايه، هدعك كده البصل كده زي ما انتم شايفين. الحركه دي بتطلع ايه العصاره بتاعت البصل، فبتدي طعم حلو للاكل. هنزل بقى بالبطاطس. هعمل صينيه بطاطس كده ايه زي ما بنقول ايه ده، ني في ني يعني، كله كده مع بعضه ني، ونحطه على البوتاجاز ايه يستوي. عصرت القوطه بقى هصفيها واحطها بقى على البطاطس، وحطيت كده السمنه على الوش. نرفعها بقى على البوتاجاز. نعمل بقى شويه رز كده جنب الاكل. يعني الاكله يعني ما بتاخدش وقت، على طول كده في السريع، ادام بقى مفيش سلق ومفيش حاجه. فكل حاجه بتخلص اول ما اول.
حطيت بقى حته سمنه كده معاهم حبه زيت عشان خاطر الرز يطلع مفلفل كده ومنور. هنزل بقى بالشعريه بتاعتي وهقلب كده واحمرها. طبعا بشكر الناس الحلوه اللي سابت لي تعليقات على الفيديو اللي هو بتاع الروتين الاحباط ده اللي انا كنت منزلاه. فعلا كنت ليا نفسي خالص للقناه على الرغم انها اتفعلت فعلا، وانا دلوقتي وجبت ال10 دولار. وانا دلوقتي في مرحله ان انا يعني ربنا ييسر كده ويجيلي البين كود واقبض منها، بس مش عارفه ليه جالي احباط منها ومفيش تفاعل مفيش حاجه. فبشكر الناس فعلا اللي شجعتني ان انا استمر. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما انتم بتكبروا بخاطر الناس، ويجعله في ميزان حسناتكم ويوفقنا جميعا يا رب للخير. هنا بقى خلاص الاكل بتاعنا خلص، الغدا اهو بتاعنا. عملت الرز وادي صينيه الفراخ بتاعتنا، بصوا شكلها يعني عايزه تتاكل، والبطاطس والعيش، وكده الغدا كان جاهز معانا. بعد الغدا بقى طبعا عايزين كده الولاد تشرب حاجه كده عشان الجو كان اليومين دول كان حر شويه. فقلت لهم هعمل لكم بقى عصير كده حلو. كان عندي شويه فراوله كده شايلهم على جنب على موستين، يعني ده كان كوكتيل حلو قوي، على شوية لبن بقى وسكر، ورحت حطاهم مع بعض في قلب الخلاط كده وضربتهم. والله فعلا كان طعمه لذيذ وبعدين مغذي. عارفين اللي هو الميكس اللي هو العصير اللي بيتباع بره اللي هو المعلب ده بتاع جهينة، اللي هو لبن بيبقى بالفواكه يعني، هو كان زيه بالظبط. انا ولادي بيحبوا اصلا العصير ده، فلما عملته لهم في البيت قالوا لي لا يا ماما ده حلو، يعني بيعملوه لنا اصلا في البيت. اصلا الواحد بقى يخاف دلوقتي من الحاجات المعلبه دي. انا فعلا حصل موقف مره جبنا عصير مش عارفه كانت دومتي ولا بيتي ولا ايه اللي هو المعلب ده، وبفتحه يعني سبحان الله مخلاني ان انا افتحه واصبه في كوبايه. والله يا جماعه لقيت العفن نازل بالظبط على مش قادره اقول لكم كان عامل ازاي. العصير من جوه معفن، العفن عامل اخضر كده جوه. يعني سبحان الله اللي خلاني ان انا افتحها كانت اول مره على طول بيحطوا الشاليمو ويشفطوا على طول. بس قلت لهم استنوا انا هحطها لكم في كوبايه. ما اعرفش ايه اللي خلاني احطها في كوبايه عشان اشوف القرف اللي جوه ده، كويس ان ولادي ما شربوهوش يعني. فبلاش العصاير بتاعت بره دي، وحشه وحشه جدا ومش تعرفوش هو فيه ايه بالظبط من جوه. عملت لهم بقى العصير كده وصبته لهم، كانوا فرحانين بيه قوي. اي حاجه عايزينها الولاد يعملوها في البيت انضف واحسن واوفر كمان. يعني هي الفراوله دلوقتي بكام معرفش ب20 ولا بكام، علبة العصير اصلا لوحدها معديه ال 12 جنيه. انا معرفش، انا ما بشتريهوش بقالي كتير بس هو غالي يعني، كل حاجه غاليه. بس فحاولوا كل حاجه في اللي تعملوها للولاد في البيت. ان فعلا والله انا بنفسي شفت العفن في العصير من جوه، قلت لهم لا احنا مش هنجيبه تاني، وفعلا من ساعتها ما جبناهوش تاني. بس كده بقى نغسل بقى شويه المواعين اللي طلعوا، كانت حاجات كده بسيطه نغسلها، اللي هي مكان ما صفينا القوطه وعصرناها في الخلاط وكده. بعد ما اتغدينا بقى وشربنا العصير وكل حاجه تمام. شوف بقى المطبخ كده نخلصه هو راخر. انا قلت لكم ان انا ما بعرفش اقعد غير لما المطبخ ده يبقى نظيف، بوتاجاز والحوض وكله كله كله يبقى فاضي، واشرب بقى الشاي كده ايه على روقان ومزاج. في ناس برضه قالوا لي احنا كده برضه زيك، وفي ناس قالوا لي لا عادي ان احنا ما ممكن لما نخلص ونشرب الشاي وقت بقى ما نبقى قادرين نخش المطبخ نعمل. بس انا بحس ان لما انا خلصت الغدا وخرجت من المطبخ ومهمتي في المطبخ خلصت، ولو انا ما خلصتوش ببقى مكسله بصراحه ان انا اخش اخلصه تاني. فكده بحس ان انا ارتحت وخلصت، ان انا ايه خلاص غسلت المواعين وشطبت المطبخ والدنيا نظيفه جوه كده تمام. اقعد بقى براحتي، اذا كان بقى ورايا اي حاجه تاني، اقعد مع الولاد اتفرج على المسلسل اي حاجه، ابقى الواحد قاعد ايه كده مش شاغل دماغه ان في حاجه لسه هيقوم يعملها. فده احسن بكتير قوي ان انا اخلص واطلع واقعد والمطبخ يبقى مليان، وبعدين هتلاقي الدنيا كركبت زياده. وانا ولادي بقى ايه يعني مقيمين في المطبخ، معرفش هم بيعملوا فيه ايه بس قاعدين في المطبخ على طول. يا ابني انت فين في المطبخ بتعمل ايه معرفش، يعني هم يحبوا المطبخ مش عارفه ليه. فدايما لازم احاول اخليه نضيف كده عشان خاطر ما تبقاش في كوارث او في حاجه في المطبخ تحصل بسببهم يعني. وربنا يهديهم يا رب ويهدي اولادنا جميعا يعني ان شاء الله. بس كده. فبحب زي ما بقول لكم كده دايما اول باول ما تركنوش حاجه، يعني على طول كده هتلاقوا المطبخ دايما نظيف، دايما نظيف المطبخ. لكن لو دي كوبايه في طبق فما اعرفش ايه، هتلاقوا الدنيا كلها اتقلبت على قلب بعضيها. وممكن كمان وانتوا داخلين تعملوا تبقى نفسيكم مش متظبطه، ايه ده كل ده ومش عارفه ايه. لا اول باول كده خلصوا نفسيكم ان شاء الله المطبخ هيبقى نظيف، وكل حاجه عندكم هتبقى نظيفه ومرتبه في مكانها. في اي وقت هتخش المطبخ عايزه تعملي اي حاجه هتلاقيه رايق، هيشجعك ان انت تعملي. لكن لو لقيتيه بقى على بعضه كده ممكن نفسك تقفل وتروحي خارجه خالص من المطبخ.
انا بالنسبه لي كده، انا ما بعرفش اقف في المطبخ غير لما، او اعمل اكل عامه غير لما يكون المطبخ نظيف، كل حاجه نظيفه، كل حاجه مكانها. حتى البوتاجاز نفسه، شوف انا هطبخ عليه بس لازم ابتدي عليه الاكل وهو نظيف. يعني دي مشكله اصلا، كله بيقول لي هو في ازاي، طب ما انت هتطبخي عليه، اقول لهم لا، اطبخ عليه وهو متوسخ بس يبقى اول ما ابتدي كده يبقى نظيف. بس خلاص كده بقى، شويه المواعين دول بتاعنا، والفيديو بتاعنا كده خلص النهارده. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. شكرا ومع السلامه. وما تنسوش طبعا لو انتوا لسه متابعيني لغايه دلوقتي، وما تنسوش بالله عليكم تحطوا اللايك اللي انتوا دايما ناسيينه ده. لو عجبكم الفيديو طبعا، وتعملوا شير لاصحابكم. واتمنى يا رب ان انتوا تشتركوا معايا في القناه، ودايما كده تشجعوني، ودايما كده مع بعضينا وكلنا ان شاء الله نبقى في احسن حال وفي احسن صحه. اتمنى لكم كل خير ان شاء الله. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. اشوف بقى انا والولاد عايزين يفطروا ولا عايزين يعملوا ايه. ونشوف مع بعضينا ان شاء الله الفيديوهات الجايه، ان شاء الله تكون احسن وافضل. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. مع السلامه.